الأول للمنتخب التونسي. يا تونسي راك كبير، يا تونسي خمسة وخميسة عليك. منتخب النجمة والهلال عال العال، عنده ديما رجال. نايم السليتي سلكها للتوانسة، النسور تحلق في سماء الاسكندرية. تونس تترأس حاليا القارة الافريقية، كرة ذهبية من الذهب ساسي. وطبعا نايم السليتي على طريقته يغالط الدفاعات المصرية ويعطي لتونس احلى هدية واجمل اسبقية. تقيل محمد صلاح والتدخل الاول من ديلان براون وخطورة وهدف التعادل. تريزيجيه يعدل النتيجة للمنتخب المصري. لعب قاسم باشا بتردد دفاعي من ديلان براون في اول كرة، ثم بقية الدفاع. سنعيد والمتابعة والمشاهدة أقوى دليل. ديلان براون تردد لإبعاد الكرة ويتسبب طبعا في هدف التعادل لمحمود حسن تريزيجيه. هذه الكرة الأولى، إخراج الكرة كان هذا هدف طبعا نعيم السليتي. وبعدين باش نرجعوا على هدف المنتخب المصري. هذا هو ديلان براون من الاول ما يترددش، يضرب الكرة ويبعدها لانه تريزيجيه كان في المتابعة. كرة غالط فاروق بن مصفى بعد ان تصطدم باحد اللاعبين التوانسة. يبدو انه ديلان براون عفوا الياس الصخيري او ياسين مرياح، الياس الصخيري. اذا الياس الصخيري هو اللي حاول وجهة الكرة. خطورة حجازي في البال، وهذه كرة والهدف الثاني. باهر المحمدي يسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري بكرة مخالفة يتفرج فيها الدفاع التونسي. باهر المحمدي في أول مباراته الرسمية والاختبار الكبير أمام المنتخب التونسي يسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري. ريمونتادا مصرية في هذه الأوقات الكروية. إذا مشاهدينا الكرام، منتخب المصري ياخذ الأسبقية. ديلان براون يتفرج، أو أمامنا ياسين مرياح يتعجب، والكرة في الشباك. دخل هو والكرة في الشبكة. الجمل بما حمل. عمرو وردة بكرة خاينة، بكرة غدارة. شوف يعني وحده غير معقول هذا التعامل الدفاعي للمنتخب التونسي، غير معقول بالمرة. هدف ثاني بفرحة هاني رمزي والمنتخب المصري. بسام سايب له الكرة، بسام يراوغ يوسع، جول جول جول. جابوها الاولاد، جابوها الاولاد. نعم يا نعم، نعم يا نعم، نعم ينعم عليك ربي يا نعم. نعمت على الشعب التونسي بتجنب الخسارة والمرارة يا نعم. باليسار جابها له نعيم، حتى له ما رحموش بالمرة، ما رحموش. بسام في البداية، نعيم في النهاية. والنصول الكرة المصرية بين منتخبين طبعا كان في المونديال. وهذا الصلاح، يا سلام، التف يا لطيف، التف يا لطيف يا لطيف. يتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث. هدف قاتل للمنتخب المصري، لكنه هدف عالمي. محمد صلاح الشيء من مأتاه لا يستغربوا. لاعب عالمي بقيمة محمد صلاح، هذا هو الفارق، يعطي الانتصار في كل ردهات مشوار المباراة. محمد صلاح يرفع يديه للسماء. محمد صلاح نجم النجاح. صلاح جول، صلاح العالمي في الملاعب الانجليزية والملاعب الافريقية. محمد صلاح لوحده منتخب قادر على افتكاك الاعجاب من كل الجماهير العالمية. شوف تمركز صلاح في البداية، بعد على المراقبة ثم تواصل بسرعة ويتمكن من مغالطة ياسين مرياح ويفاجئ الحارس فاروق بن مصفى ويعطي الثلاثية المصرية
من 16 عام مصر كانت اوهام في اوهام، لكن الان حقيقة الاقدام بقرار قاضي المباراة طبعا محمد صلاح نجم النجاح. روعة الاداء، يا عيني عليك يا صلاح، رغم انك سجلت لتونس لكنك تبقى دائما اللاعب المحبوب عربيا، اللاعب العالمي محمد صلاح. اذا مشاهدينا الكرام